السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا وحشتني كتير. النهارده بقى هنعمل اكله حرشه كده، مش حرشه طبعا الطماطم اللي انا كنت عاملاها، لا، حرشه حاجه تانية زي الرنجه زي الفسيخ كده يعني. هنعمل النهارده سلطه رنجه، حاجه كده ومقادير سهله وبسيطه. طبعا انا كنت عملتها معاكم في القناه من سنه فاتت، النهارده بقى قلت اعملهم كده بما ان اصحاب جوزي طلبوها منه. قلت بقى ان انا ما اقدرش ازعله واعملها لهم. بس قبل ما ندخل في الفيديو، لو لسه مشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، ولايك وشير للفيديو حبايب قلبي. طبعا جالي انتقادات كتير على الفيديو اللي فات، بس عادي بتقبل النقد، واللي قال كلمه حلوه على راسي من فوق. يلا بينا ندخل على الوصفه. معايا بقى كمية خضار، معايا جزر مبشور، ومعايا كابوتشا حمراء اللي هي بتاعت السلطة او كرنب احمر، ومعايا طماطم وخيار وفلفل رومي اخضر وفلفل حراق اخضر واحمر، ومعايا الليمون طبعا مقطعاهم كلهم تقطيعات سلطة، ومعايا كيلو ونص رنجة مفصصاهم كده خالية الرنجة يعني، وبعدين قطعتهم قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. ومعايا صوص الطحينة بقى الرهيب بتاعي. طبعا دي طحينة انا جايباها طحينة خام تقيلة يعني، وبعدين انا خففتها بمية سخنة، وبعدين رشة ملح ورشة كمون وليمونة، عصير ليمونة يعني، ومعلقتين خل. بس هو ده اللي بحطه على الطحينة، بتبقى في منتهى الجمال. بس طبعا بفضل اضيف مية لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بعد ما خلصت بقى الطحينه كده زي ما انتم شايفين، بضيف بقى الرنج على الخضار بتاعي كده زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين منظر الخضار اصلا؟ طبعا احنا في الشتاء كل الخضار صابح كده وطازه، لان احنا في اوان الشتاء بتبقى الخضار كلها، يعني الخضار في السوق كلها طازه، وده موسم الخضار اصلا. يلا الحقي فرزي الخضار، فرزي الفاصوليا، فرزي البسله، فرزي القلقاس، فرزي الكرنب، فرزي الشبت والبقدونس والكزبره، فرزي السبانخ عفوا، وده في موسم برضو الجوافه والفراوله. الحقي فرزي. يلا يا حبايب قلبي، بضيف بقى الطحينه على الرنجه بعد ما قلبتها في الخضار كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين الجمال والحلاوه؟ في جمال وحلاوه احسن من كده؟ وطبعا احنا في موسم البسله والجزر. الحقي خزني البسله والجزر، لان طبعا داخل علينا رمضان وده مبيبقاش الموسم بتاعهم. معايا السرافيس بقى اللي هحط فيها سلطه الرنجه، لان انا قلت لكم ان دي راحه لاصحاب جوزي مش لنا. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ شايفين العظمه؟ شايفين؟ والله العظيم عملت كميه كبيره بالكيلو ونص رنجه. شايفين؟ وكانت رنجة اصلا ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، جايباها من البلد عندنا. بس ايه، حاجة كده عظمة، كانت سمنة بلدي. بضيف كده السلطه كده في قلب السرافيس، وبقول لكم ان لسه موجود في الطبق يكفي سرفيس كمان. وعملت سرفيس بصل شرايح يعني متقطع كده، وحطيت عليه ليمون ورشه فلفل اسمر ورشه ملح ومعلقتين خل. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين العظمه؟ بقول لكم حطوا لي لايك لو وصلتوا لحد دلوقتي، حطوا له لايك يا حبايب قلبي. وعايزه كومنت حلو من قلبكم يفرحني ويسعدني، وبألف هنا طبعا للي اكل منها، يا رب بالصحة والهنا اللي أكل منها يا رب. شايفين العظمة؟ وبعد ما خلصت كده رشة بقى زيت زيتون كده، أمنتج العمل يعني. شايفين الجمال والحلاوة؟ وحطيت كمان البطاريخ كده بتاعت الرنجة، أنا بسميها الحلويات بتاعت الرنجة، شوفوا انتوا بقى بتسميها ايه. وشايفين رشة الزيت الزيتون بقى؟ حاجة كده عظمة، والله العظيم حاجة كده عظمة. تستاهل الوصفة دي كام لايك بقى؟ تستاهل كام لايك؟ طبعا الشتا بيحب الأكل، أبدعوا بقى، ادخلوا المطبخ أبدعوا يا جماعة. شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا عايزة كومنت حلو من قلبكم، ربنا يسعدكم ويفرح قلبكم، وربنا يسعد ايامكم ويفرحكم جميعا ويوفقكم اللي بيحط لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.